السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في فيديو جديد من فيفا موبايل. وفكرة الفيديو بتاعت النهاردة إن احنا هنشرح حدث دوري الأبطال أو بالأصح الجزء التاني منه. وبالمناسبة أنا كنت شارح الجزء الأول على القناة والفيديو اهو قدامكم، تمام؟ فياريت تشوف الفيديو ده الأول، بعدها تيجي تشوف الفيديو ده عشان تفهم الدنيا تبقى ماشية ازاي. وهقولك في الفيديو ده ازاي تجيب أبرز اللعيبة زي إبراهام وكامافينجا وإلى آخره. فمن غير أي مقدمات انزل بالإنترو. تمام يا جماعه، زي ما انتم شايفين كده ان الحدث اللي هو اليو سي ال رود اوف ذا فاينل معناها الطريق، يعني الطريق للفينال يعني. تمام. فعباره عن ايه الحدث عموما؟ في هنا يعني هعمل لكم عليها دايره، بيقول لك ايه هنا في الرود اوف ذا اوف ذا فاينل. بيقول لك starting from the quarter final UCL road to the final players will receive and one over post of their team quantifiers. يعني ايه الكلام ده؟ يعني مثلا لو انت اخترت مثلا من اللعيبه هم بتوع دور ال 16 الانديه قصدي، اللي هتطلع قدامكم دلوقتي في الشاشه. على سبيل المثال انا اخترت مثلا برشلونه، برشلونه تقريبا عشان مش متابع الفتره دي. تمام، برشلونه او الريال. تمام، اخترت مثلا من اللعيبه بتاعتهم او الكروت اللي موجوده مثلا كامافينجا مثلا ريته 91. تمام، فهو ريته 91. مثلا لو طلع الدور التمانية، تمام، اللي هو نص النهائي، الريت بتاعه هيزيد واحد. لو طلع النهائي الريت بتاعه هيزيد اتنين، وهكذا. تمام. وبالنسبه يعني اليو سي ال باس، تمام، اوبلاك، تمام، ده بالمناسبه يعني. تمام يا جماعه، المثلث اللي قدامكم ده عباره عن ايه؟ هو الموضوع سهل جدا. هو بصوا، هو تحت خالص بيجدد كل اسبوع، بيديك بالظبط بتاع 20 توكن. يا 20 توكن. عباره عن ايه؟ بص يا اسطى، في هنا بقى مطوشه اللي هي في الويكلي برومتي بروميشن ماتش. دي بتلعب فيها هنا 3 مطوشة، بتلعب فيزا تاك او هيد تو هيد، والمطوشة العادية بتاخد منها اليو سي ال البوينت يعني. طب انت بتقولي فايدتها ايه؟ هقول لك بص بقى في المثلث ده. يعني بص، انا هطلع من تحت لفوق. تمام، من تحت بيقول لك ايه؟ لو انت معاك من 1، تمام، او من 1 ل 60، تمام، هتاخد فلوس يعني. لكن لو انت من اول 60 لحد 80، تمام، او اقل من 80 يعني، هتاخد لاعب من دوري الابطال اللي هو ثواني، اللي هو 88 91. وعندك بقى من 80 بقى ل 120، تمام، هتاخد ايه؟ هتاخد جواهر، تمام، ولاعب 89 و93. اما بقى لو من 120 اللي هو اعلى حاجه بقى خلاص، يعني انت مثلا بعد ال 120 خلاص، اكتر من ال 120 يعني، هتاخد لاعب من 90 ل 95 وجواهر. تمام، فانت العب كتير، تمام، وهتجيبها. طب بتقول لي بقى ايه احسن يعني مكان ممكن اجيب منها؟ انت ممكن تلعب دي ده الهيد تو هيد، انت بتلعب ضد ناس حقيقيين يعني. هنا على الماتش الواحد لو انت كسبت بتاخد 12 نقطة. تمام، وهنا برضو في الفيزا تاج لو انت كسبت ماتش، تمام، بتاخد 8 نقط. تمام، اما اللي هنا دي ماتشات الكمبيوتر، لو كسبت واحد هتاخد 4، بس احسن يعني مرجحهاش. وممكن هنا برضو تاخد تيكتات، تمام، بزيادة، يعني الخمسة تيكت ب500 اف سي بوينت. بس شايف انها مش موضوع، يعني تيكت ب100 ليه يعني. عندك بقى الروت اوف ذا فاينل ميلستون دي عبارة عن ايه؟ عبارة عن حبة مسارات. دي مثلا عندك هنا لاعب من 88 ل91، دي بتعبر ليه تفتحها امتى؟ اما تعمل مثلا لما الراوند دي، تمام، هتلعب يعني بعد اسبوع، تمام، اما الراوند دي تخلص، تمام، ممكن تفتح دي يعني انت تكون مكمل راوند. تمام، هيجي لك بقى لاعب من 88 91، عندك عندك ابراهيم دياز، عندك دوكو، وعندك فارديول وجورجينهو وغوسيليو وهكذا. تمام، وفي لون. وفي بقى 60 69 دي بقى لما تعمل اتنين، ودي لما تجيب 3000 جوهرة. انت مدرك يعني ايه 3000 جوهرة؟ 3000 جوهرة ومليون كوين. تمام يعني، لا يعني الجايزة دي بالذات جامدة جدا. تمام، لما تعملها 3 مرات يعني بالظبط 3 اسابيع. وعندك هنا من 90 ل95 دي لما تعملها بقى 4 مرات، دي مضمنة يعني. عندك ديليخت واوبلاك ورودريجو وكانسيلو وسانيه وديونج وهاكاي هافرتس وميمفيس ديباي واكاجي ونونو مينديز وجريليش وديبول ودوكو لا يعني اسامي حلوه قوي، جامده جدا يعني. تمام، عندك بقى هنا انت ممكن تجيب لاعب من يعني في اخر واحده قصدي، تجيب واحد ماسكرانو واتنين دودك، دي لما تفتحها 5 مرات. تمام، ده كان يعتبر بالنسبة لأول قسم، تمام، اللي هو قسم المين. نخش على قسم الكوارتر فاينل اللي هو عبارة عن بصوا يا جماعة،
انا هنا مثلا ايه اخترت، انا عندي هنا ايه ممكن اخد 4 UCL تشالنج بوينت مثلا. انا هنا ممكن تمام ايه اللي يحصل، انا جبتها دي ببلاش يعني، بتجدد ايه كل يعني اسبوعين ولا حاجه. تمام اهو مثلا هنا بيقول لك ايه بقى، هنا ركز بقى يعني، هنا الانديه الموجوده ارسنال والبايرن والمان سيتي والريال واتلتيكو ودورتموند وبرشلونه وباريس. تمام. وبمناسبة بقى دوري الأبطال وهكذا يعني، وقلنا النوادي، اكتب في الكومنت دلوقتي تمام مين اللي ممكن يتأهل من دور ال16. تمام. عندك هنا بقى ايه، يقول لك المطوشة، يقول لك الماتش بتاع مثلا البايرن والأرسنال هيتلعب يوم 4/9. تمام. قصدي يوم 9 في شهر 4 يعني، وهنا يوم 10 في شهر 4 برضو، وهنا برضو بقى ايه يوم 16 شهر 4 بتاع اتلتيكو وبروسيا. وعندك بقى اخر واحد بتاع برشلونة وباريس. تمام اللي هو هيتلعب يوم 17 4 برضو الساعة ممكن يكون الساعة 8 9 حاجة كده. تمام. فمثلا ايه يعني، مثلا دلوقتي هاخد الهدية معاكم، اخدت الهدية اهو قدامكم. انا دلوقتي انا ممكن اختار 4 لعيبة. مثلا انا هنا اختار مثلا مين، اروح هناك مثلا اختار مثلا ويعني، انا بص اختار اي حد وخلاص. بص انا ممكن اختار يعني شايف ان مش هختار كومافينجا، هختار كوفازيتش، لان انا مش بلعب يعني تشكيلتي ما فيهاش ارتكاز. تمام. رخيص اصلا. تمام. فانا كده معايا مين، معايا كوفازيتش. حلو. فكوفازيتش بقى لما لو هو طلع بقى الدور 16، لو طلع دور 8 زي ما قلت لكم في قسم المين، الريت بتاعه هيزيد 1. تمام. وهكذا بقى جابرييل بقى والواد ده وهكذا. ده بالنسبة يعتبر ايه لحدث اليو سي ال بالكامل يعني. لكن في حاجات كالعادة ضافوها. تمام. زي مثلا المهام يعني، دي ابرزهم يعني. وفي حاجة تانية اصلا كانت موجودة من زمان، عندك هنا هو مثلا باكا زي دي مثلا. تمام ان انت هما 9 مهام بالظبط، ويقعدوا تقريبا اكتر من شهرين ولا حاجة. تمام. مهام سهلة، بيقولك انت تخش الكوارتر فاينل يعني تخش كوارتر فاينل وتختار واحد زي ما عملت دلوقتي، وتاني واحد تسجل 100 هدف، وتالت واحدة ان انت تعمل 80 اسيست، ورابع واحدة ان انت تعمل 80 تاكل، خامس واحدة ان انت تلعب 20 ماتش من الفيس اتاك او المانجر مود وهكذا. انت ممكن لو لعبتها في الحدث عادي. ودي بقى بتجيب لعيبة كتير قوي يعني، احاول ان انا اجيب لكم فيديو ليها. طبعا كالعادة يا جماعة أنا معرفتش أجيب فيديو ذات نفسها يعني، لكن أنا معايا الصور يعني، مثلا زي الصورة دي والصورة دي. تمام. يعني مثلا صاحبي لما فتح الباكا طلع له اللعيبة دي، وأنا لما فتحت الباكا ورا الكواليس طلع لي برضه اللعيبة دي. فهي بتجيب لعيبة كتير قوي، تسعينات وحاجات غريبة كده. تلعبها 30 مرة يعني. ولسه في السيمي فاينال والفاينال ده لسه بيقول لك كومينج سون يعني. لسه جاي يعني. واكيد في يعني زي ما كان في كوارتر فاينل في سيمي فاينل، زي ما في سيمي فاينل هيبقى في فاينل، زي ما في كوارتر فاينل. ومقابل كل ده هتاخد يو سي ال اليت باك، بس مشكلتها ان الباكات دي كلها تقريبا ان تريد يعني. احنا لو جالك مثلا لاعب تقيل مثلا هالاند مثلا ولا ليفاندوسكي سعره 20 مليون ولا 30، مش هتعرف تبيعه. وعندك هنا 200 باس بوينت. تمام اللي هي بتاعت الحدث. وتعالوا بقى احنا قلنا ان في اول الفيديو خالص ان في الباس بوينت في مين، في اوبلاك. تمام. فنشوف هل ممكن يكون ضافوا حاجة للناس العادية ولا لا يعني، اللي هو الناس اللي مش شحنة. تمام يا جماعة. هو التصريح النجم حلو لحد 30. طبعا كالعادة هم ادونا واحد دودك و600 جوهرة، اللي هي دي الباس بوينت. وعندك هنا نيستا، انا مش عارف يعني الدوري الامريكي لسه نازل ما كملش اسبوع حتى. تمام. و2 مليون وحاجات كده، ولعب 90 93 لو شحنت اول حاجه. فلا يعني مدلعينهم قوي يعني. تمام. وفي بقى ايه، في حاجه يا جماعه كده يعني، أنا مش عارف الناس واخده بالها منها ولا لا، بس قلت ايه اقولها بالمره عشان ده دوري ابطال وبتاع. عندنا هنا يا جماعه الدور اللي هو ده يا جماعه، لو تفتكروا يعني هجيب لكم صوره كنت عامل عنه فيديو يعني. تمام. مثلا هنا بتختار ايه بقى، تختار مثلا زي مود كاس العالم، لو الناس اللي فيفا 22 عارفه ايه اللي كنا بنعمله في كاس العالم هو كده. بتختار فريق تمام من المجموعات. مثلا انا على سبيل المثال اختار مثلا اي سي ميلان. تمام. او مان سيتي، بس اختار اي سي ميلان يعني. تمام. لعبت باي سي ميلان. تمام. انا عندي هنا دي مجموعتي، معايا باريس ودورتموند ونيوكاسل. انا عندي هنا في الشافلز دي ايوه، ممكن اغير مجموعتي 3 مرات. يعني ممكن اغير انا اكون مع مين، يعني مثلا هنا انا مع اتلتيكو مدريد والبايرن، وده ما ينفعش يعني. عندي هنا الميلان يعني، بص يعني
اتلتيكو مدريد ومان سيتي، عندي في اخر واحده بورتو مثلا وفيا ريال وبتاع. فدي المجموعه حلوه فانا بدوس بلاي. لكن هنا انا ممكن ادوس ديفولت لو ما عجبتنيش ولا واحده منهم وارجعها عادي وادوس بلاي. تمام. بصوا يا جماعه، انا حبيت اقول لكم على حاجه بسيطه، ان يعني في الحته اللي جايه دلوقتي دي هيبقى في عرض لليويفا زي بتاع الكمبيوتر، فالاحسن انت تكون قاعد في مكان هادي عشان الدخله بجد حلو قوي يعني. سلام. يا جماعه هو هي قطعت في نص الكلام حرفيا، بس مش موضوعنا يعني. كنا بنقول نعمل لايك سبسكرايب وفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد وهكذا يعني. تمام. هي دي مجموعتي اهي. انا بالظبط احنا بنلعب يا جماعه 6 مطوشه، 3 مطوشه في ارضي و3 مطوشه في ارض خصمي. يعني مثلا انا في الميلان هلعب ماتش في ارض باريس، وباريس هتلعب ماتش في ارضي، ودورتموند وهكذا نفس الكلام يعني. ولما بطلع بقى، تمام، بطلع بقى دور ال16 وهكذا وبتاع. فالريوردز اللي انا باخدها او الجوائز، لو طلعت الفاينل خالص، يعني الفاينل هاخد 45. تمام. اما بقى لو طلعت تشامبيون بقى، يعني انت مثلا وصلت الفاينل وخسرت، اما لو كسبت بقى البطولة ذات نفسها بتاخد 60. دي 60 وبتاخد 240 لو دي اول مرة ليك، يعني اول مرة ليك تطلع فاينل. تمام. فبتاخد ايه 240، لكن في العادي هتاخد 60. تمام. في السيمي فاينل. اما في الليجند كده وهكذا. تمام. ده بالنسبة ايه التورنمنت اللي هم كانوا ضايفينه يعني. وبس يا جماعة، ده كان كل حاجة ليها علاقة بحدث اليويفا تشامبيونز ليج. واتمنى يكون الفيديو عجبكم، واتمنى تعمل لايك سبسكرايب وتفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد، وتتابعني حساباتي كلها على السوشيال ميديا عشان لو انزل فيديو هنا هقول هناك على طول، بعديها هنزل فيديو هنا واشوفك فيديو جديد. سلام.